ال- التحول هي استجابة إيجابية. هي مجرد استجابة؟ استجابة بالظبط. أنا بتحصل لي مواقف معينة، حاجات معينة، فأنا بأدي استجابة ليها. دائما بتكون ايجابيه؟ لا، احنا قلنا في الأول مش بتكون إيجابية. أنا بتكلم دلوقتي على التحول والهروب. اه الهروب هو ده سلبي. بالظبط، طبعا بالظبط. لكن انا بتكلم ان نقطه التحول قد تكون الاحسن وقد تكون الاسوأ زي ما بالظبط. اتكلمنا في لكن بدايه الحلقه. الهروب دائما لكن وابدا الهروب سلبي. هو كده كده اصلا سلبي. يعني الهروب كده كده، يعني ما اعتقدش ان في هروب ايجابي ده على حد علمي من وجهه طبعا نظري. طبعا. يعني ممكن لو معلومتي غلط لا دي حقيقه، دي حقيقه. الهروب دائما وابدا سلبي بالظبط. طبعا. انا اهرب من حاجه، اذا ده حاجه سلبيه. انا مش قد المواجهه، انا ما بواجهش. لكن هنا بتكلم على الاستجابه الايجابيه، ان انا الاقي ان حياتي متلخبطه، الاقي ان عندي مشاكل نفسيه، الاقي ان عندي علاقات مبوظه لي الدنيا، انا في بيئه مش احسن حاجه، البيئه المحيطه بيا، صحابي، اصدقائي، الدايره القريبه مني مش احسن حاجه، شغلي مش احسن حاجه، بيتي مش احسن حاجه، مراتي مش احسن حاجه. فكل دوت، لا، انا لازم اخد نقطه واغير واعدل واظبط كل اللي انا فيه. فهنا بيكون نقطه تحول. فهنا لازم تكون نقطه ايجابيه. انا بخرج من حاجه مضايقاني عشان اروح لحاجه فيها سلامي النفسي، اروح لحاجه فيها هدوء النفسي، اروح لحاجه فيها راحتي النفسيه.